قبل ما ياخد اي موتوسيكل كان بيسخن غطا قلم ماركر لحد ما يطرى، وبعدين يدخله جوه سلندر القفل. اول ما الغطا يبرد ويجمد كان بيبقى زي المفتاح بالظبط، ويفتح بيه قفل الامان بتاع الموتوسيكل بسهوله. في الاخر كان بيدور على علبه الاسلاك ويدخل سلك كان مجهزه معاه ويشغل الموتوسيكل بنجاح. بس هو ما كانش بيسرق الموتوسيكل عشان الفلوس، ده كان بيجهز بيه طريق هروب للمره الجايه. المره دي هدف جيمي كان مول تجاري. قبل ما المول يقفل تظاهر انه زبون ودخل على قسم ادوات الرحلات والتخييم، ولما المكان فضي ومبقاش فيه حد دخل بسرعه جوه خيمه قريبه. بعد شويه المول طفى كل الانوار، بس في اللحظه اللي جيمي كان ناوي يبدا فيها حارس امن كان بيعدي فجاه قرب من الخيمه وخوفه لدرجه انه ما قدرش حتى يتنفس. بعد ما الحارس مشي جيمي بكل هدوء ظبط منبه وقرر ينام شويه الاول. لما المنبه رن كانت الساعه 2 الفجر. جيمي افتكر ان الحارس خلص نوبته فلبس الخوذه بسرعه وفتح سوسته الخيمه وطلع منها واحده واحده. وبما انه كان لابس خوذه ما كانش قلقان من كاميرات المراقبه، لكن علي غير المتوقع الحارس النشيط كان لسه بيلف. بما ان الامور وصلت للنقطه دي جيمي ما كانش قدامه غير انه يكمل الخطه. بعد ما تفادى الحارس راح على طول لقسم الالكترونيات. محدش كان يتخيل ان كل التعب ده عشان ياخد دفايه. جيمي اختار اغلى دفايه موجوده، ولو كان خرج في اللحظه دي كان اكيد هيهرب بامان. بس فجاه عينه جات على احدث ماكينه حلاقه كهرباء على الرف اللي جنبها. جربها وعجبته جدا فطلع مطواه وقطع سلك الامان بتاعها. في اللحظه دي انذار المول اشتغل. جيمي اتخض جامد وما كانش قدامه غير انه يجري ويهرب من باب جانبي. الحارس اللي سمع الصوت جري وراه بسرعه، وقبل ما يمسكه بلحظه جيمي فجاه زود سرعته وقدر يفلت منه. كل اللي جيمي عمله ده كان عشان جدته العجوز. الدفايه في دار المسنين كانت بايظه ومحدش صلحها، فما كانش قدامه غير الطريقه دي عشان يدفيها.